ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة عالم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن مدينة دهب، دهب سيناء. دهب هي مدينة مصرية سياحية تتبع محافظة جنوب سيناء، وتقع على خليج العقبة، وتبعد حوالي 100 كيلو متر عن مدينة شرم الشيخ، و87 كيلو متر عن مدينة نويبع. ولقد سميت بهذا الاسم تيمنا بلون رمالها الذهبي. وتنقسم المدينة إلى قسمين: الأول يقع جنوبا ويسمى قرية العسلة، وتشتهر بالحياة البدوية البسيطة. والقسم الثاني يقع شمالا ويعد روح ونبض المدينة بسبب اشتماله على الأسواق التجارية والأماكن الترفيهية. وتشتهر المدينة بشواطئها البكر الصافية ومواقع الغطس الطبيعية الغنية بالشعاب المرجانية. نشأت المدينة كقرية صغيرة لصياد السمك، ثم اشتهرت في التسعينات بعد أن أولتها الحكومة المصرية اهتماما خاصا، فأقامت الفنادق والقرى السياحية في قلبها، وما زال يقيم فيها بعض البدو حتى الآن. واشتهرت المدينة قديما بأنها ميناء بحري على خليج العقبة، استخدمه العرب الأنباط منذ القرن الثاني قبل الميلاد وحتى عام 106 ميلاديا في تخزين بضاعتهم تمهيدا لنقلها إلى ميناء السويس بالطريق البري عبر أودية سيناء. وبذلك تحكموا في طريق التجارة بين الشرق والغرب عبر سيناء وميناء دهب. وعقب حرب أكتوبر وتحرير سيناء استلمت مصر المدينة من الجانب الإسرائيلي عام 1982، وكانت فقط السوق القديم بالمدينة وعددا محدودا من الشاليهات. المعالم الطبيعية والسياحية بدهب: تشتمل المدينة على العديد من الأماكن السياحية البارزة التي تتمثل في منطقة رأس أبو جالوم، وهي محمية طبيعية ومنطقة غوص، منطقة البلو هول وهي أحد أماكن الغوص المشهورة عالميا، منطقة الكانيون وهي من مناطق الغوص الممتازة، ومنطقة العسلة وهي منطقة يقطن فيها ما يقارب من 75% من سكان المدينة. وتنقسم إلى 3 مناطق هي مدينة مبارك، الزرنوق، العسلة. جزيرة كورال ناحية الحدود الفلسطينية، والتي يقع بها بقايا قلعة تاريخية بناها الصليبيون. منطقة المليل وهي طريق يوازي طريق الساحل يضم بعض الفنادق الصغيرة والكافيتريات والمنازل. منطقة المصبت وهي المنطقة التجارية السياحية الرئيسية بالمدينة، وتبدأ بشارع الفنار ثم خليج المصبت، وتضم مجموعة كبيرة من المحلات ونوادي الغوص والمقاهي والمخيمات والفنادق. منطقة المشربة وتضم عددا كبيرا من الكافيتريات ومراكز الغوص، وتضم أيضا الأثر الوحيد الموجود هناك وهو تل المشربة، وهي مخازن خاصة بأحد الموانئ القديمة. منطقة مدينة دهب وتضم الهيئات الحكومية والفنادق الكبرى. منطقة وادي قني وهي منطقة تمثل الامتداد العمراني المستقبلي للمدينة، لما تضم من مجموعة كبيرة من الفنادق والمجمعات الخدمية والسكنية، بالإضافة إلى مناطق لايت هاوس وويل جاردن والواحة. وتضم دهب خليجين هما اللاجونة أو غزالة، الذي يتميز بوجود الشاطئ الرملي الوحيد بالمدينة، والقورة الذي يقع وسط المدينة، بالإضافة إلى المنتجعات الممتدة على طول شواطئها، والتي تندمج مع الطبيعة المحيطة بها بالأكشاك المصنوعة من الأخشاب وجريد النخل المعدة لإقامة السائحين. محمية أبو جالوم: تقع محمية أبو جالوم على خليج العقبة بمنطقة تسمى وادي الرساسة، وأعلنت كمحمية عام 1992
تتميز المحمية بطبيعتها الخاصة ونظامها البيئي المتكامل الذي يجمع ما بين البيئة الصحراوية والجبلية ومجموعة الوديان التي تتخللها، بالإضافة إلى بيئتها البحرية الغنية بالشعاب المرجانية والأسماك الملونة، كما توجد بها حياة برية غنية بالحيوانات والقوارض والزواحف. محمية نبق. تقع محمية نبق على خليج العقبة جنوب دهب، وتتميز بالشعاب المرجانية المسطحة وبعض الكهوف البحرية ونبات المنجروف النادر الذي ينمو في المياه المالحة للبحر الأحمر ويعيش في جذوره الاستاكوزا والكابوريا والجمبري، وبها 3 قبائل بدوية تشارك في حماية البيئة والسياحة، بالإضافة إلى قوات من الجيش المصري على حدود المحمية نظرا لأهميتها البيئية والسياحية. تتميز المحمية باحتوائها على عدة أنظمة بيئية وديانها الغنية بالنباتات النادرة وكثبانها الرملية الممتدة، بالإضافة إلى الشواطئ البحرية والشعاب المرجانية، ويوجد بها عدد كبير من الحيوانات والطيور. البلو هول. منطقة البلو هول أو الحفرة الزرقاء أو الثقب الأزرق هي عبارة عن بئر عميق جدا داخل البحر الأحمر، وتعد أحد المقاصد السياحية بالمدينة التي يفد إليها السائحين من هواة المغامرة ومحترفي رياضة الغوص، والذين يمارسون هوايتهم عن طريق اختراق قوس صغير على عمق 100 متر، محاولين تحطيم الأرقام القياسية في الغوص. مطلع اليهودي. مطلع اليهودي هو نصب تذكاري مقام على الطريق الدولي على بعد نحو 25 كيلومتر من مدينة دهب، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 16 متر، وسمي بهذا الاسم نظرا لوجوده على أحد المطالع شاهقة الارتفاع، وأقامته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء احتلالها لشبه جزيرة سيناء، تخليدا لذكرى مهندس إسرائيلي يدعى شريزة لاباس. كانت مهمته هي تمهيد طريق شرم الشيخ، وتوفي بعد أن أنهى مشروعه إثر انقلاب سيارته أثناء تجربته للطريق وسقوطها أعلى المطلع المجاور للنصب التذكاري. تتميز المدينة بنشاطاتها السياحية المتميزة، حيث يرتادها هواة ركوب الأمواج والمراكب الشراعية بسبب سرعة الرياح نظرا لإحاطة الجبال بها من عدة جهات، مما يتسبب في ظهور الضغط المنخفض بأماكن والضغط المرتفع بأماكن أخرى، كما يفد إليها هواة رياضة القفز بالمظلات وتسلق الجبال والسفاري.